الفيديو اللي قدامك ده بيعلموا الطفل ازاي يعمل كنترول على الكوره. هل دي حاله فرديه والموضوع ده بيحصل للاطفال بس؟ خليني اقول لك لا، لان في بعض المدربين بيدربوا اللعيبه بتاعتهم بالشكل ده حتى في الانديه الكبيره. حتى في الانديه الكبيره اشهر حد بيستخدم الطريقه دي وبيدرب اللعيبه بتاعته بكور صغيره هو توماس توخيل. الفكره من ان انت تدرب اللعيبه بتاعتك بالكور الصغيره دي ان انت تزود جوده التحكم بتاعهم في الكوره، لان الكوره الصغيره دي بيبقى صعب ان انت تتحكم فيها بشكل كبير زي الكرة الكبيرة. بمجرد ما انت تتقن التحكم بالكرة الصغيرة دي بيبقى سهل عليك جدا جدا ان انت تتحكم بالكرة الكبيرة وتعمل عليها كنترول كامل. التدريب بالكرة الصغيرة دي بيساعد اللعيبة على الجودة بتاعة الباص، بيخلي اللعيبة تعمل باص سليم اكتر. وبعد ما بيقدر يتحكم في الكرة الصغيرة ويقدر ان هو يخرج الكرة الصغيرة دي ويعمل الباص بشكل صح، بيبقى سهل عليه جدا ان هو يعمل باص صحيح بنسبة 100% في الكرة الكبيرة. ده غير بقى ان توماس توخيل بيعمل حاجة تانية مختلفة، بيقلل مساحة المرمى عشان يخلي اللعيبة يركزوا اكتر على المرمى وتزيد عندهم دقة التسديد. وبرغم ان توخيل بيدرب فرق كبيرة باسماء كبيرة جدا، مش اللي هو جو قال لك دي نجوم كبيرة ومش محتاجة التدريب ده، مش محتاجة ان هي تعلي من كفاءتها، لا اطلاقا. فتفتكر بقى الكلام ده ممكن يتطبق عندنا حتى لو هيتطبق في فرق البراعم او الناشئين عشان بس نخرج لعيبة بكواليتي عالي؟ وبس كده، ما تنساش اللايك والشير والفولو بقى. ها